يبقى انت لك دور بقى. ليه؟ لان كمان السلاح سوق بائع مش سوق مشتري. مش بمزاج حضرتك وبفلوسك تشتري سلاح، لا، بياع السلاح هو اللي بيختارك. وطالما انه ناس كتير عامله حسابها، لان انا قلت في الثلاث حاجات اللي قلتهم ان العالم كله عارف ان هناك دوله بديله، وان مصر ما عندهاش بديل غير ان تكون دوله عظمى. العالم عامل حسابه عليك، فبالتالي اصبحت من مصلحته تسليحك والوقوف الى جوارك ودعمك الى اخر مدى. بس ده لا ينطبق على كل الدول يا ما استاذ. احنا قلنا اهو. ايوه، انت في مالكش حل. أيوة. انت مالكش حل، ومن ثم اخضاعك ما بقاش نافع. يبقى البديل ايه؟ اقف جنبك. لكن لو انت ضعيف محدش هيعبرك ولا حد هيقول لك انت فين. ما انت خلاص، ما انت ضعيف، انا عايز ده. انت طول ما انت ضعيف ومنكفئ على نفسك وبتاع وعندك مشاكل، فانت خادمني جدا. انما الان انت مش منكفئ على نفسك ولا حاجه، ده انت منخرط في كل حاجه. تمام. وطول الوقت يعني حتى المشكله الاخيره اللي حصلت مع كينيا وبتاع، دي مشكله ملهاش معنى الا ان يعوق تمددك جوه القاره الافريقيه. صحيح. لانك بتتمدد لحد كيب تاون، يعني لحد جنوب افريقيا، وفي زمن وجيز، وفي ما فيش وقت. بالظبط. مش كده ولا ايه؟ صحيح. هذا التمدد، هذا النفوذ معناه ايه لي انا يا مواطن؟ ايه معناته بالنسبه لي؟ ان انا لو اشتغلت هكسب، مش كده؟ بس كمان انا كمصري بقالي لازمه في الاقليم، انا مش هامش الاقليم. واوعى تفكر علشان انا مثلا في لحظات معينه وقف جنب مني سين وصاد وعين والى اخره. صحيح احنا ناس نعرف الجميل ونعرف نرد الجميل كمان، لكن اعرف كمان ان من مصلحه سين وصاد وعين انه كان يقف جنبك، ان مصلحته انك ما تقعش، لانك لو وقعت هو كمان هيقع. طب ممكن